ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. انا لو ما تعرفنيش انا مارينا ودي قناتي ميرو كروشيه. هنشتغل النهارده مع بعض بلوفر كروشيه ولادي سهل وبسيط، على قد ما شكل الغرزة تبان معقدة وصعبة او تبان ان هي حاجة كتيرة، بالعكس هي بسيطة جدا. كل الموضوع ان هي معتمدة على الغرزة الامامية والخلفية، بسيط جدا وسهل جدا ومش هيحتاج منك اي وقت. تابعيني وكملي معايا للاخر وهعرفك تكات كتيرة فيه، وهعرفك ازاي تعمليه لأي سن ولأي حجم، من حد كبير لشباب لمراهقين لأطفال لحديث ولادة. أي حد تقدري تعملي له البلوفر ده بحاجة بسيطة خالص. تابعي معايا، يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبتدي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي تعليق على شغلي كويس، تعليق في حاجة ناقصة، في حاجة ما فهمتهاش، اي حاجة انا هرد عليكي على طول. اكتبيلي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكي على طول. يلا بينا نبتدي. احنا هنعمل البلوفر بصدر مربع، يعني هنشتغل. انا عايزة اعرف انا هشتغل قد ايه، كام سلسلة. هعرفها ازاي؟ انا هجيب المازورة بتاعتي وهقيس محيط الراس، هقيس محيط الراس للي انا عايزة اعمله البلوفر بتاعه، واشوف هيطلع كام سنتي. انا عندي قست وطلع 40 سنتي. فانا هعمل ايه؟ هاخد الخيط بتاعي واشتغل كام غرزة سلسلة. انا عندي بالشكل ده، انا عندي السنتي بتاعي سلسلتين، السنتي بتاعي انا سلسلتين. انتي شوفي السنتي في حجم الخيط بتاعك، ممكن يعمل سلسلة ممكن يعمل 3 على حسب. انا كل اللي هعمله هاخد 40 سنتي اللي انا عملتهم، اللي انا قستهم وطلعتهم، هضربهم في عدد السلاسل للسنتي. انا السنتي طلع لي 2 فانا هضرب في 2، السنتي طلع لي 4 هضرب في 4، السنتي طلع لي 3 هضرب في 3. ايا كان الرقم عدد السلاسل اللي هيطلع للسنتي هضربه في 40 سنتي كلها، هيطلع لي 80 سلسلة. 80 سلسلة. طيب انا هشتغلهم ازاي؟ هنشتغل 80 سلسلة، وعلشان نعمل الضلوع بتاعة المربع كلها انا هزود 4 غرز كمان للزوايا او للتزايد بتاع المربع بتاعي. فانا كده هشتغل 84 سلسلة. لو انت هتشتغلي معايا انا كده 84 سلسلة. ده بداية الشغل بتاعي. انتي على حسب ما هيطلعلك وهتحسبيها عدد السلاسل اللي هيطلعلك هتشتغلي بيه. هعمل عدد السلاسل وارجع لكم. كده بعد ما عملت 84 سلسلة بتوعي هاجي اشوف السلسلة بتاعتي ماشية ازاي بالشكل ده، عشان ما تبقاش لفة على بعضها بالطريقة دي. واروح جاية قافلة في اول سلسلة عملتها واعمل منزلقة. انا كده زي ما قلتلك اشتغلت 84 سلسلة بتوعي. هعمل منزلقة وهبتدي اطلع سلسلتين ارتفاع وابتدي اشتغل. طيب انا عرفت 84 سلسلة، انا هقسمها ازاي؟ كل اللي انا هعمله انا عايزاه صدر مربع، هقسم على 4، هاخد 80 هقسمها على 4 هتطلع لي عدد السلاسل اللي انا عايزاها اللي هي 20
فانا هعمل في المكان بتاع الارتفاع، انا مش هحسب الارتفاع ده عمود، انا هشتغل في مكان الارتفاع عمود، وده هعتبره اول عمود مش الارتفاع بتاعي. يعني كده انا عملت عمود واحد، هشتغل 20 عمود، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 واخر عمود معايا 20. وهاجي اعمل التزايد بتاعي، هاجي في السلسلة رقم 21 وهدخل اعمل عمود سلسلتين وعمود في نفس السلسلة تاني. يعني انا هعمل في واحدة بس عمود سلسلتين عمود، وده هيبقى التزايد بتاعي. ده اول تزايد، هاجي هنا اشتغل 20 كمان واروح جاية عاملة في 21 او اللي بعديها هعمل التزايد بتاعي عمود سلسلتين عمود، وهشتغل لغاية ما اوصل لبداية السطر تاني. هشتغل برضو اخر حاجة هشتغلها عمود سلسلتين عمود. هخلص وارجع لكم. هنا بعد ما خلصنا وعملنا اخر حاجة معانا، المفروض ان انا هدخل في الاول عمود مش في الارتفاع وهشتغل منزلقة، بس انا مش هعمل كده، انا هعمل حاجة تانية علشان ما يبانش الشغل بتاعي في البداية بتاعته. فانا هسيب الحلقة اللي على الابرة وهدخل في العمود بس من ظهر الشغل، وهاخد الابرة الحلقة ادخلها في الابرة واسحبها اطلعها من العمود ورا، واروح عاملة سلسلتين الارتفاع، هتبقى بالشكل ده عشان ما يبانش الشغل بتاعي. بعدين هاجي هنا هبتدي اشتغل بداية الشغل، هعمل عمود امامي، هعمل 5 عمود امامي بالشكل ده، 3 4 5 هرجع اعمل 5 خلفي بالشكل ده، 1 2 3
3 4 5 وارجع تاني هشتغل 5 امامي، 2 3 4 5 وهشتغل. هرجع تاني اعمل خلفي بالشكل ده، ادي 4 وادي الخامس كده. هنا هيقابلني غرزة التزايد بتاعتي، هعمل فيها غرزة امامية علشان الغرزة اللي قبليها كانت خلفية، فانا هشتغلها 5 غرز خلاص كاملين غرزة خلفية. فهعمل بتاعة التزايد امامية وهشتغل غرزة التزايد بتاعتي في الفراغ عادي بالشكل ده، وهاجي هنا دي امامية، فانا هعمل غرزة التزايد اللي في السطر اللي فات هعملها خلفية، وهرجع هشتغل غرزة امامية 5 غرز امامية. 1 2 3 4 5 وهكرر تاني هعمل 5 خلفية ماشي، وهفضل شغالة بالطريقة دي لغاية ما اوصل للتزايد ده. هشوف انا هنا هتبقى خلفية اخر 5 غرز هنا قبل التزايد بتاعي، هيشوف لو امامية هشتغل غرزة التزايد خلفية، لو خلفية هشتغلها امامية، لو اشتغلت دي امامية هتبقى غرزة التزايد التانية خلفية، لو اشتغلتها خلفية تبقى غرزة التزايد التانية امامية، وبعدين لو دي امامية هشتغل 5 اللي بعديها خلفية، لو الغرزة التزايد دي خلفية هشتغل اللي بعدها 5 غرز امامية. هعتبر الغرزتين التزايد دول في السطر ده كأنهم كأنهم غرزة كاملة على بعضها، هشتغلهم دي خلفية تبقى دي امامية، لو دي امامية تبقى دي خلفية، واللي عكسهم برضو دول 5 دول وال5 دول، وهفضل اشتغل لغاية اخر السطر واوريكم عملت ايه. استنوني يلا نكمل مع بعض. هنا بعد السطر ما خلص احنا اشتغلنا ازاي؟ زي ما قلتلكوا اشتغلت هنا عادي 5 امامي 5 خلفي زيهم امامي زيهم خلفي، جيت في التزايد اللي تحت واشتغلت 1 امامي وفي التانية خلفي، وبدأت اشتغل تاني 5 امامي. انا باخد التزايد في السطر اللي فوقيه بشتغل عمود واحد بس، يعني بشتغل هنا العمود الاولاني في التزايد اشتغلته هنا امامي، خلاص مش هشتغل التاني امامي، لا هشتغل ولا قبله كان امامي لا قبله خلفي، وده بس امامي. هنا ده هيبقى عكس ده فهيبقى خلفي تمام، وهشتغل 5 اللي بعده امامي. هاجي انا في السطر اللي فوق وبعد كده في السطور اللي جايه كلها انا هنا اشتغلت ده امامي فهشتغله امامي، والتزايد بتاع السطر ده هشتغله امامي برضو، هكملهم يعني انا ده امامي اهو، فهاجي في السطر اللي فوق هشتغل ده امامي وده امامي، السطر اللي بعده هيبقوا 3 امامي لغايه ما اكمل ال5 لغايه ما اكمل 5 امامي، وبعدين السطر اللي بعده اقلب واخليها
اللي بعديها التزايد اللي بعده هيبقى خلفي. هتاني اشتغل بالطريقة دي لغاية ما اوصل لحردة الباط. انا برضو هشتغل وهوريكم هتمشي ازاي. احنا هنا خلاص اهو خلصنا زي ما انتم شايفين. هنيجي هنا هندخل في العمود زي ما احنا قلنا، احنا هنسيب التزايد بتاعنا، هندخل في العمود من الخلف من ورا، وبعدين هناخد الحلقة على الإبرة ونطلع بيها ونشتغل المنزلقة بتاعتنا، ونطلع سلسلتين التزايد بتوعنا كده. يبقى الشغل مخفي من ورا، ما يبقاش التزايد باين في الشغل بتاعنا، قصدي قفلة السطر تبقى باينة في الشغل بتاعنا وتبوظ شكل الشغل. احنا هنشتغل زي ما قلنا، هشتغل هنا سطر كمان فوق دول زي ما احنا ماشيين بالطريقة دي، وبعدين هرجع لكم. هنيجي هنا في السطر التاني ده التالت، هنشتغل زي ما احنا ماشيين فوق العمود الخلفي عمود خلفي، وفوق العمود الامامي عمود امامي بالشكل ده. وهنيجي عند التزايد وهوريكم هنشتغلها ازاي. هنا انا عندي دي عمود امامي، هشتغلها عمود امامي. هيجيلي بعدها التزايد التاني اللي هو ده، هشتغله امامي، وهفضل اشتغل دي عمود امامي لغاية دي هتبقى مختلفة عن دي. عموما لو خلفي لو امامي هتبقى هكملها لغاية ما تبقى 5. وهنشتغل هنا التزايد بتاعنا عادي بالطريقة دي، وارجع هنا العمود بتاع التزايد هنا ده كان خلفي، فانا اللي قبله التزايد ده هعمله خلفي بالشكل ده، وهعمل اللي احنا كنا عاملينه خلفي هعمله خلفي كمان، وهرجع الامامي ده هشتغله امامي، وهكذا لغاية ما اخلص السطر ده. السطر اللي بعده هبدل، بدل ما فوق الامامي هعمل امامي وفوق الخلفي هعمل خلفي، لا هشتغل فوق الخلفي امامي وفوق الامامي خلفي، حتى الصغير اللي هما الاتنين دول، وهيبقى معاهم غرزة التزايد دي هنعملهم عكس الامامي، هتبقى خلفي، والتلاتة الخلفي اللي هنا هعملهم امامي. وهبتدي اشتغل بالطريقة دي، هعمل 3 سطور اللي هما هتبقى فوق الامامي دي خلفي وفوق الخلفي دي امامي، وهطلع بيها 3 سطور بنفس الترتيب، وبعدين اروح عاملة تاني عكسها تاني، وعاملة فوق الخلفي امامي وفوق الامامي خلفي بنفس الطريقة، وارجع اشتغل 3 سطور، وهكذا لغاية ما اوصل لحردة الباط. انا هشتغل لغاية ما اوصل لحردة الباط، وهقول لكم لما اخلص انا اشتغلت كام سطر بالظبط، وهنبتدي نشتغل مع بعض حردة الباط. يلا بينا نكمل وراجع لكم. هنا بعد ما اشتغلت الصدر بتاعي بالمقاس اللي انا عايزاه لغاية ما وصلت تحت الباط وكان مرتاح معايا في القفل،
فبقى تمام كده. انا اشتغلت دلوقتي 15 سطر. انا دلوقتي بشتغل معاكم في السطر ال16 اللي هنقفل فيه حردة الباط. يعني نشتغل سوا، هنشتغل عادي خالص زي ما احنا ماشيين بالترتيب اللي احنا ماشيين بيه زي ما انتم شايفين، وهفضل اكمل لغاية ما اوصل لاول غرزة في معانا، وهروح جاية عاملة هنا عمود بلفة، والسلسلتين بتوعي اهم اللي هما كنت بعملهم، وبدل ما هرجع هنا اشتغل في حرف الفي بتاعي تاني عمود، لا انا هاجي في حرف الفي اللي بعده وهقفل على بعض، وهشتغل في العمود التاني بتاع حرف الفي، وهيبقى معانا كده اهو بالشكل ده مقفولة. هنا عمود وادي السلسلتين والعمود التاني في غرزة الفي الناحية التانية. هرجع اشتغل السطر التاني بنفس او بقية السطر بنفس الطريقة بنفس الشغل اللي انا شغلاه زي ما انا ماشية. هاجي اشتغل هنا نفس الترتيب اللي انا ماشية بيه. احنا دلوقتي شغالين السطر الاولاني بتاع الغرزة اللي هو عكس الغرزة اللي تحت. انا هنا ده مخلص ال3 سطور بتوعي، انا بشتغل الغرز بالعكس تاني. ده اول سطر، هنفضل ماشيين مع بعض بالطريقة دي. كل غرزة امامية بشتغل فوقيها خلفية والعكس علشان اعمل مكان الغرز، ابدل مكان الغرز ويطلع معانا بالشكل اللي احنا شغالين بيه ده لغاية ما نوصل للناحية التانية. يلا بينا، خليكم مكملين معايا. وزي ما انا شغالة الشغل سهل، الفكرة بس في تبديل الغرز بتاعتي واحدة واحدة طول ما انتي ماشية. وكل ما تشتغلي لو انتي حابة تفتحي مشروعك الموضوع سهل، فكرة بس مجرد ان ايدك تاخد على الشغل بتطلعي الشغل كل مرة بإتقان اكتر. ولو حصل زي ما مثلا بيحصل مع اي حد ان الشغل طلع مش كويس، مش عيب انك تفكي وتبتدي تشتغلي تاني. المهم انك ما توقفيش على كده وتقولي ما خلاص اشتغلت انا لسه هفك. بالعكس انتي كده الشغل بيطلع معاكي النتيجة في الاخر مش كويسة، وبترجعي هتضطري تفكي بعد ما تكوني خلصتي كل الشغل. او لو انتي فاتحة انك
تشتغلي وتبيعي مثلا، انت فاتحة مشروع ليكي، مش هيبقى كويس خالص ان انت تطلعي الشغل فيه عيوب. انما لما تبقى لسه قدامك الغلطة وما اشتغلتيش بعديها كتير، يبقى اسهل لك انك تفكي من انك تسيبيه للاخر وتفكي الشغل كله من اوله. انا مش بقول ان انا مبغلطش، انا اهو ده فكيته قبل كده ومرتين بسبب غلطات. انا حابة ان شغلي يطلع مظبوط، يبقى امشي صح وما سيبش الغلطات بتاعتي تخلي شكل شغلي وحش وانا تعبانة فيه، علشان هبيعه، علشان حد من ولادي هيلبسه، انا هستخدمه، ان يبقى الشكل حلو وان الاقي نتيجة حلوة ترضيني بعد كده. مش ان انا لما الاقي الشغل شكله مش حلو كله غلطات في الاخر ببص للشكل النهائي وبحس ان انا متضايقة وما اناش حابة اكمل، لان شكل شغلي وحش وهقعد اقول انا مش بعرف اشتغل، انا مش عايزة اشتغل. بكل بساطة اللي هتغلطي فيه فكيه وارجعي تاني اشتغليه من اول وجديد بالطريقة الصح، هيفرق معاكي كتير. عايزة تتعلمي، انا بنزل كورسات فيديوهات للتعليم، انا نزلت فيديوهين وهنكمل مع بعض ان شاء الله. لو عايزة تتعلمي بنتعلم سوا، عايزة تفتحي مشروعك، عايزة تعملي حاجة ليكي ولبيتك، الحاجات دي مكلفة. لو انتي حابة انك تشتغليها لنفسك، تعملي حاجات لبنتك عايزة تشيليها، بتفرق كتير، بتبقى الحاجة قيمة. لما انتي بتبقي عاملاها كمان بتبقى معمولة بايدك انتي، بتبقى معمولة بحب، بتبقي حاطة فيها كل مجهودك. احنا هنا وصلنا لغرزة التزايد التانية او غرزة حرف الفي اللي بعد كده، تالت واحدة في السطر. هنيجي نعمل هنا العمود بلفة سلسلتين زي ما عملنا الناحية دي، وهنعمل العمود التاني في حرف الفي التاني بالشكل ده، ونكمل مع بعض بقية السطر. لو انتم ملاحظين انا شغالة هنا دي 5 غرز، دي كونا ال5 غرز بتوعنا، بقول 5 غرز الخلفية دول هنا 5 غرز، فانا هخليهم ال5 امامية لان انا ببدل. وزي ما قلنا انا بشتغل التزايد، الغرز من هنا ومن هنا، من قبل ومن بعد غرزة حرف الفي. هنا لو انتوا شايفين بتبدأ عمود 3 5، وبشتغل علشان يبقى الشغل منتظم، ما يبقاش هنا غرزة على بعضها، هنا صغيرة، هنا عمود، هنا 5، لا، يبقى دي قد دي علشان الشكل يبقى كويس وتدي منظر حلو للشغل، ما يبقاش منعكش او تحسيه مش مرتب. هنكمل بقية السطر عادي لغاية ما نوصل نقفل، وبعدين هنشتغل نطلع ال3 سلاسل بتوعنا الارتفاع ونكمل عادي الشغل بتاعنا زي ما احنا ماشيين، ولغاية ما نوصل لحردة الباط بتاعتنا اللي احنا اشتغلناها. هخلص وارجع لكم ونكمل مع بعض. ووصلنا هنا وهنشتغل مع بعض مكان الحردة، هنشوف نشتغل ازاي. احنا عملنا اخر 5 غرز معانا، وجت الغرزة دي احنا اشتغلنا دي خلفية، فطبيعي هنشتغل دي مع بعض غرزة امامية، وبعدين في السلسلتين هنعمل عمودين، وهنيجي هنا دي غرز امامية، هشتغل دي خلفية
وبعدين اكمل بقية الشغل بتاعي عادي لغاية ما اوصل للناحية التانية واشتغل زي ما عملت هنا. هعمل هنا هشتغل الخمس بتوعي الغرز الخلفية عادي، واروح جاية هنا في الغرزة دي هعملها امامية، وهعمل هنا عمودين في السلسلتين بتوعي، وهاجي في الغرزة دي اللي في الفراغ هنا العمود ده هعمله غرزة خلفية وارجع اكمل بقية السطر بتاعي. دي امامية واكمل لغاية اخر السطر، اخلص وارجع لكم ونكمل مع بعض. وزي ما عملنا الناحية دي هنشتغل الناحية دي. انا هنا خلصت الغرزة دي غرزة خلفية، دي هتبقى امامية، وبعدين في السلسلتين دول هعمل عمودين بالشكل ده، وبعدين هاجي هنا انا الغرز بتاعتي دول 1 2 3 4 5، دي 5 غرز امامية، فدي هتبقى غرزة خلفية عشان احنا بنعمل 5 غرز بس، فدي الغرزة الزيادة عملناها خلفية، وبعدين ارجع اشتغل الغرز بتاعتي عادي لغاية ما اخلص السطر. هشتغل عادي خالص لغاية ما اخلص السطر، وبعدين هطلع الارتفاع بتاعي واشتغل لغاية ما اوصل هنا لغاية العمودين لغاية هنا حردة الباط. هشتغل وارجع لكم عشان اقول لكم هنعمل ايه مع بعض في حردة الباط. هنا انا اهو خلاص وصلت الحردة. احنا كنا عملنا الخمس عمدان اهم غرزة خلفية، هنيجي دي عملناها غرزة امامية، الغرزة اللي بعدها هتبقى امامية، ادي 1 2 هتبقى التالتة، سوري هتبقى هنا 2 امامية، هناخد دي خلفية، والغرزة دي خلفية. هيبقى في الجنب هنا او في الحتة اللي هي تحت حردة الباط، احنا هنا كان في واحدة امامية وهنا واحدة خلفية، وفي العمودين اللي في السلسلتين في النص هناخد واحدة، هتبقى واحدة هنا مع الامامية وواحدة هناخدها مع الخلفية اللي هنا، فهيبقى هنا 2 وهنا 2، وهنرجع نكمل الشغل عادي. الغرز الامامية بتاعتنا هما الغرز اللي في الحرد هنا هما اللي هيبقوا بس، دي عمودين ودي عمودين، وبعدين نرجع نكمل الغرز بتاعتنا عادي، وبعدين نيجي عند الناحية التانية وهنعمل زي هنا بالظبط. هنا العمودين اللي في السلسلتين اهم، وهنا العمود اللي في حرف الفي، وهنا العمود اللي في حرف الفي. تمام، هنيجي نشتغل ده امامية وده خلفية، هنشتغلهم زي بعض، والاتنين اللي على السلسلتين في الفراغ بتاع حردة الباط هنشتغل واحد امامية مع دي والتاني خلفي مع ده لغاية ما نخلص السطر. وهشتغل كمان 3 سطور بنفس اللون، وبعدين نرجع مع بعض نغير اللون. لو انتي لسه متابعيني لغاية دلوقتي ما تنسيش اللايك وتعليق حلو من عندك شجعيني بيه علشان اكمل، وطبعا ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. يلا بينا نكمل شغلنا. هنا انا خلصت وده السطر خلاص كده عايز يتقفل. احنا زي ما كنا متفقين احنا بنقفل السطر ازاي، بنيجي في ظهر
اول عمود اشتغلناه بندخله من الظهر وبنسحب الحلقة دي ندخلها جواه. لا احنا هنسيب الحلقة دي وهنعمل حلقة باللون اللي احنا عايزين نشتغل بيه وهندخلها في الحلقة دي من الظهر. كل الشغل عشان نظبطه هيبقى من الظهر. هدخل عادي وبدل ما هسحب الحلقة الاوف وايت هسحب الحلقة اللبني. انا اتدخلت اهو في العمود ادي الشغل قلبته. ادي الظهر بتاعي وادي الخيط. هاخد الحلقة انا كل ده وانا سايبة الخيط ده ورا خلاص مش هعمل بيه حاجة تاني. اهو وهسحب الحلقة اللبني هي اللي هدخل بيها وهطلع بالسلسلتين ارتفاع بتوعي وهلف الشغل وهبتدي اكمل زي ما انا كنت ماشية. وانتوا عارفين ان احنا السلسلتين الارتفاع مش بنحسبهم من العمدان. احنا لما بنيجي نقفل بنقفل في اول عمود اشتغلناه وبعدين هكمل شغل عادي خالص لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. بس هعمل حسابي ان انا اشتغل واسيب 3 سطور يبقوا البليسيه. هيبقوا البليسيه بتاعي. احنا كده خلصنا الجزء الاول من البلوفر. استنوني في الجزء التاني هنعمل فيه الكمام والاساور بتاعتها هنشتغلها بليسيه. هنعمل الرقبة بليسيه ونهاية البلوفر من تحت هتبقى برضو فيها بليسيه. كده الفيديو بتاعنا خلص. استنوني واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم الفيديو جديد. واول ما اجي انزله هحط لكم الجزء التاني في الوصف بتاع الفيديو ده. اشوفكم في الجزء التاني. مع السلامة.